الحكومة المؤقتة والكثير من المثقفين الجزائريين، والصحراء الغربية كذلك تسير تقريبا على نفس النهج، وبالتالي من جهة الجزائر هذا ليس مشكل، ونحن لا يهمنا المشاركة في كأس عالم أو كأس إفريقيا بقدر ما تهمنا كرامة الشعوب وحريتها. واضح دكتور بوغرارة. ممكن باش نستغل فرصة تواجد سيد برناوي هنا في البلاطو، ممكن نعود نرجع لقضية استضافة الجزائر لكأس إفريقيا 2025. ملف الترشح إلى أين وصلت؟ أعتقد الإعلان سيكون في شهر أوت أعتقد. نعم. يعني الآن لحد الآن في كواليس تتحدث على أنه 2025 ما راحش تكون للجزائر. كثير من قال أنه 2025 ما راحش تكون للجزائر، ممكن 2027 راح يكون هناك منافسة أخرى مع أيضا بلدان أخرى في كان 2027. يعني في هذه النقطة ممكن إذا كان هناك ما يقال أو ما هو مؤكد. هي شوف احنا نتكلم يعني بالواقع، يعني انسان براغماتي اللي هي نتكلم بالملف. حاليا احسن واقوى ملف لاحتضان كاس افريقيا 25 انا نظن هو ملف الجزائر، وبالملف يعني نقدر ندخل في الموضوع. انا نظن من ناحيه المنشات لا غبار عليها مقارنه بالملفات الموضوعه. ما نتكلم بكل القاره الافريقيه ما انه الله اعلم فيه 5 ملفات اللي وضعت، انا نظن لا مقارنه يعني خاصة بالمنشآت الرياضية وخاصة بالبنية التحتية. الملف الجزائري أقوى ملف، وهذا حتى بشهادة متسيبي رئيس الكونفدرالية اللي قال حتى بشهادة الخبراء. أنا نظن حاليا أقوى دولتين إفريقيتين في إفريقيا من ناحية المنشآت والبنية التحتية هي الجزائر وجنوب إفريقيا، خاصة بهذه المنشآت الجديدة التي سلمت، وأيضا هذه الملاعب، وأيضا خاصة من نقول لك البنيه التحتيه كي نتكلم المطارات والفندقه. لكن من ناحيه الكواليس سيد، هي ما فيش كواليس. هي حاليا نقدر نقول هي قبل وضع الملف كنا عارفين انه التصويت راح يكون على مستوى المكتب التنفيذي. نعم. لانه انا كنت سمعت تصريح تاع رئيس الكونفدراليه اللي قال يعني طمنا، اللي قال انه فيه لجنه خبراء محايده هي المانيه هي نعم. اللي راهي تدرس في الملفات، لكن يقعد دائما التصويت الى المكتب التنفيذي. احنا ما عندناش عضو في المكتب التنفيذي، هذا معروفه جدا. وايضا انا نظن انه اللي قائمين على الملف هذا قبل ما تتقدم الترشح انك عارف وين راك تلعب، الارضيه اللي راك تلعب فيها. ملف 27 انا نظن يتكلم رياضيا. نعم رياضيا هو اهم من 25 لانه في قبل مونديال راح يكون مؤهل مونديال. لهذا الشيء انا كنت نفضل انه هذا رايي الشخصي انه ما نتقدمش ل 25 نتقدم ال 27، وايضا يعني تكون ايضا حتى تكون في الكواليس. هل هناك ادراج ممكن لكاس افريقيا كتصفيات للمونديال؟ يعني هناك ممكن نعم في 2027 في حديث والله اعلم، يعني في حتى اتفاق. لكن انا نعاود نرجع ل 2019 اينما مصر الشقيقه يعني كانت تحتضن كاس افريقيا عوده الكاميرون، يعني كانت خلفت الكاميرون كانت متاخره من ناحيه المنشات. قبل ما تتقدم مصر يعني كانت تقدمت للجزائر، جات للجزائر قالت يعني الى تكون الجزائر راح تترشح، انه مصر كانت ما راح تترشح. مصر ما ترشحتش، يعني ترشحت كان مترشح وحيد لاحتضان كاس افريقيا 2019. وهذا الشيء خاصه انذاك سياسيا كانت خدمتها كثير، لانه كان الوضع السياسي انذاك ماهوش كما حاليا. لكن انا نظن انه حاليا مصر الشقيقه عندها دين على الجزائر. انا اللي سامع انه حتى مصر حبت ترشحت ل 27 اللي تدخل يعني ضد الجزائر. كل هذه معطيات لان نفضل اصحاب الشان، اصحاب يعني انه اهل مكادره بشعابها هم ادرى يعني بالتفاصيل اللي احنا ما عندناش عارفين، لانه احنا ما عندناش الملف. يعني بالنظر للمعطيات ما عندناش المعطيات. انا نقعد انا انسان براغماتي. احسن ملف، وخاصة أنه التظاهرات اللي نظمتها الجزائر الشان كأس إفريقيا، وخاصة تحت 17 وضعت الهيئة يعني الهيئة المسيرة للكونفدرالية الإفريقية أمام أمر الواقع. هاي الجزائر بقوتها إمكانيات رائعة جدا قلما نجدها في هذه القارة. نرجع لآخر تنظيم في الكاميرون، تقدر يعني كاميرون أكابر يعني ما تقدرش تقارنها حتى بتنظيم تحت 17 سنة، ملاعب ولا كل يعني جرات يعني في تنظيم رائع جدا بمقاييس عالميه. اذ كان اصحاب القرار يحبوا المصلحه تاع الرياضه الافريقيه ما عليهم الا وضع يدهم في يد الجزائر، وراح يكون استعراض عالمي واللي راح يمت قيمه لهذه الرياضه، وهذه القيمه لهذا الاستعراض راح يعطي له قيمه ايضا حتى في السوق العالمي، بما انه هي مداخيل قبل كل شيء.
ولا كنا حابين انه نقعدوا دائما في مشاكل تاع النقل وتاع الايواء ولا حتى تاع الملاريا وهذه الامراض اللي حتى نطرحها مع الزميل اللي كان توفى بداء الملاريا. انا نظن هذه، لانه هذا الشيء انا رساله اللي نوجهها اللي قائمين المسيرين على اللعب، على رؤساء الاتحاديات اللي هم اعضاء الجمعيه العامه وخاصه المكتب التنفيذي، انه الحق الوقت انه باش نوضعوا المصلحه العامه خاصه تاع القاره الافريقيه. احنا متاخرين جدا مقارنه بالقارات الاخرى. مشاركه في المونديال نقدر نقول لكم احنا ما عندناش حتى ولا ما عدا يعني في الاصناف الدنيا، وين كانت المالي شقيقه محصله على ميداليه ولا نيجيريا، لكن في الاكابر ما عندناش نصف نهائي، ما عندنا ولا بلد افريقي تحصل على ميداليه في كاس عالم. البطولات العالميه وجودنا ماهوش يعني اقوى وجود مقارنه يعني بالقارات اللي ما عندهاش اكبر ثقافه وعلاقه من القاره الافريقيه، وهذا يعني ما راهوش الا من ناحيه امكانيات حتى من ناحيه التسيير وخاصه من المسؤوليه واخذ بزمام الامور. نعم واضح. السيد برناوي اذا عندك تعليق سيد راح والله انا نفضل نفوز بكؤوس افريقيا احسن من تنظيمها، لان صراحه التنظيم في الجزائر نحن نصرف اموال طائله كثيرا على التنظيم ولا نسترجع هذه الاموال التي نستثمرها، لان التنظيم لا يجب أن يكون تغنانت على كل حال. أنا أفضل مثل ما قال براغماتية، أنا أفضل الفوز بكأس إفريقيا. حتى الاستضافة مليحة أيضا. هو تقاليد الاستضافة هي تتطلب تحضيرات كبيرة جدا، يجب أن تكون السياحة قوية عندك، يجب أن تكون الكثير من المعطيات التي نحن ربما عدنا إلى الساحة. هذه بداية لتجريب احتضان التظاهرات، لكن أعتقد بأنني أفضل كأس إفريقيا 2027 من حيث التنظيم على أن نسرع في احتضان 2025، لأن المفاجآت غير سارة قد تؤثر على التنظيم خاصة في القارة الإفريقية. وبالتالي أنا دائما أقول بأنني الفوز بكأس إفريقيا أحسن من تنظيم كأس إفريقيا. واضح سيد بغرارة، طبعا نتمنى ذلك، نتمنى أنه يكون شرف تنظيم هذه البطولة الهامة الإفريقية من نصيب الجزائر إن شاء الله، نتمنى ذلك. شكرا لك سيد رؤوف برناوي على حضورك معنا في بلاطو قناة الوطنية، نتمنى إن شاء الله مواعيد أخرى. أنا اللي نشكركم، وخاصة أني نظن هذه الحصة اللي راح تفيدنا وتفيد المشاهدين وخاصة أصحاب القرار، ونتمنى أنه نكونوا فدنا وقدرنا نساهم في ولو يعني يقول لك بجزء بسيط جدا أشقائنا من الصحراء اللي نتمنى لهم إلا الخير وإن شاء الله الفوز إن شاء الله. شكرا لك إذا سيد رؤوف برناوي، أيضا الدكتور حكيم بغرارة، شكرا على حضورك معنا. مشاهدينا وصلنا لنهاية برنامج اليوم من الجزائر، نلقاكم إن شاء الله في أعداد لاحقة ومع مواضيع ومستجدات أخرى وآنية. إذن إلى ذلكم الحين مشاهدينا.